الزمالك اكتسح المحلة في المحلة بنتيجة ال4-0، والأهلي بيستمر في اللي هو يخسر النقط بعد تعادله مع البنك الأهلي بنتيجة ال0-0، والإسماعيلي بيرفض هدية إنبي بعد ضربتين جزاء. فالفيديو النهارده هيبقى ملخص للجولة الرابعة من الدوري المصري. فلو انت في قناة عايز الجولة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. الجولة كده اللي بدأت بماتش سيراميكا ضد مودرن سبورت اللي خلص بنتيجة ال4-1 لسيراميكا. المباراة اللي بدأت من أول الدقيقة التانية ضغط في نص الملعب، مودرن سبورت وبيغلطوا بعد ضغط من نادي سيراميكا، وبيقطع الكرة وتمريرة ولا أحلى من أحمد القنطوسي لزلاكا، بيقدر اللي هو يسجل منها الهدف الأول وتبقى النتيجة 1-0 لسيراميكا. ومن بعدها الماتش فضل هادي، مفيش فرص خطيرة لحد الدقيقة 28. زلاكا بيضيع انفراد بغرابة شديدة، وبعد كده لحد نص ساعة الأولى 35 دقيقة سيراميكا هو الأخطر، سيراميكا هو اللي ماسك الكرة لحد ما يعني سيراميكا جات له الفرصة اللي هو يسجل أكتر من مرة، بس بعد كده غلطة من مودرن سبورت بتترد مرتدة لسيراميكا. زلاكا بيلم الحارس ويلعب عرضية ولا أحلى الإسلام عيسى، بيسجل منها الهدف الثاني وتبقى النتيجة 2-0 لسيراميكا. جونين سيراميكا حرفيا بسبب غلطات من لاعبين مودرن سبورت، وبينتهي الشوط الاول بنتيجه 3-0. الشوط التاني بيبدا في الدقيقه 56، غلطه برضو من لاعبين مودرن سبورت بتتلعب لاسلام عيسى، بيحط زلاكا انفراد والمره دي بيسجلها وتبقى النتيجه 3-0. وفي الدقيقه 61 بتيجي ركنيه للمودرن سبورت، جوزيف نويسان بيقدر اللي هو يحطها في الجون من مره واحده وتبقى النتيجه 3-1. وفي الدقيقه 80 تقريبا او حاجه و80 زلاكا والهاتريك، ويستاهل اللي هو ياخد الكره وهو مروح وتبقى النتيجة 4-1. ولحد اخر دقيقة مودرن سبورت كانت اللعبة بتحاول ان هم يسجلوا هدف تاني، بس دفاع سيراميكا كان متألق وبيطلع الكرة ركنية، بتتلعب من الركنية بيقدروا مودرن سبورت يسجلوا منها الهدف التاني، بس الفار بيلغي الهدف وبتخلص المباراة بنتيجة 4-1. نجمها الاول هو زلاكا، لاعب جامد قوي مسجل هاتريك واول هاتريك في الدوري. اول مباراة التاني اكتر مباراة كان فيها اهداف بعد مباراة الزمالك، تخلص بنتيجة 4-1. تاني ماتش بقى معانا كان زد وحرس الحدود اللي خلص بنتيجة 2-0 للنادي زد اللي كان بيعتمد على اللعب في العرضيات، ومن عرضيه بيقدر البنوبي اللي هو يسجل منها الهدف الاول وتبقى النتيجه 1-0. بعد اصلا ما الكره اتلعبت عرضيه والحارس طلع ومسكها ويعتبر مسكها خلاص، بس بتقع من ايده وبتتلعب عرضيه، البنوبي بيلف ويشوط وبيسجل الهدف الاول. كانت في الدقيقه 17-18. زد فضل يهاجم وهو اللي كان اخطر، بس المهاجمين بتوعه ما كانوش مركزين. شادي حسين بيشوط كوره بتيجي في العارضه، وبيستمر الزد في الضغط وهو اللي كان افضل وهو اللي كان احسن طول الشوط الاول. وفي الدقيقة 41 زيكو بيسجل الهدف الثاني بعد انفراد بعد تمريرة من شادي حسين وتبقى النتيجة 2-0. وبعديها على طول في الدقيقة 43 شادي حسين بيضيع انفراد غريب قوي بعد كرة حلوة من زيكو، وبيخلص الشوط الأول بنتيجة 2-0. الشوط الثاني بيبدأ زد كمل لعب عرضيات كالعادة، مصطفى زيكو بيسجل الهدف الثالث بعد تمريرة حلوة قوي من مصطفى سعد ميسي، بس الحكم بيلغي الهدف ده، وبيستمر زد في الضغط وبتخلص المباراة بنتيجة 2-0. الجيش والاتحاد، والخسارة الأولى لنادي الاتحاد بنتيجة 1-0. من اول دقيقه غلطه من لعيبه الاتحاد، بس طلائع الجيش ما بيستغلوش الفرصه دي. طلائع الجيش هو اللي كان اخطر في بدايه الشوط الاول، مفيش هجمات للاتحاد تقريبا طول اول ربع ساعه او تلت ساعه من المباراه. الاتحاد مفيش هجمات، طلائع الجيش هو اللي كان اخطر، هو اللي كان احسن والانيل منه برضو. والاتحاد كان وحش، واللي كان اوحش منه هو اصابه المهدي سليمان تقريبا بكسر في رجله، فالاتحاد كان وحش، والوحش منه هو اصابه الحارس الاساسي، فبيبدل من اول الشوط الاول في الدقيقه 20 حاجه زي كده. الطلائع بيعمل هجمات خطيره، وقبل نهايه الشوط الاول ركنيه للاتحاد بتتلعب برأسيه بتيجي جنب القائم، وبيخلص الشوط الاول بنتيجه 0-0. الشوط الاول الطلائع كان احسن، الطلائع كان ممكن يسجلوا هدف والتاني ويخلصوا الشوط بنتيجه 2-0. الشوط التاني بيبدا من اول الشوط كده طلائع الجيش بيضيع فرصتين، بيلم اللعيبه كلها الدفاع والحارس، بس ما بيقدرش اللي هو يحطها في الجون وبيضيع فرصه. وفي الدقيقه 93 قبل نهايه الشوط عرضيه من ناحيه الشمال، غلطه في التشتيت من لعيبه الاتحاد، واللاعب اللي ضيع الفرصه من بعد ما لم الحارس ولم كل اللعيبه هو اللي بيسجل الكره دي، وبيسجل في الدقيقه 93 الهدف الاول لنادي طلائع الجيش اللي هو رجب عمران، وبتخلص المباراه بنتيجه 1-0 لطلائع الجيش والهزيمه الاولى لنادي الاتحاد. الماتش الرابع الاهلي ضد البنك الاهلي اللي بيخلص ب0-0، وبيستمر الاهلي في اللي هو يخسر نقاط، والتعادل الثاني على التوالي بعد ما كان يتعادل مع الاتحاد ب1-1 وتعادل مع البنك 0-0. في البدايه كده النادي الاهلي نزل بتشكيل شوبير في حراسه المرمى، على اليمين خالد عبد الفتاح، وعلى الشمال يحيى عطية الله وياسر ابراهيم ورامي ربيعه. في
في نص الملعب مروان عطية وكوكا وقفشة، على اليمين بيرستاو، على الشمال حسين الشحات، ومهاجم هو كهربا. في البداية كده النادي الأهلي آخر فترة في مشاكل كتير ومشاكل بين اللعيبة، كل ده بيؤدي اللي هو النتائج بتتراجع، ما بقاش مقفول عليه زي زمان. ومع الإصابات زي إمام، زي وسام أبو علي، زي الشناوي اللي كان غايب عن الماتش ده، بس يعني الغياب المؤثر أكتر هو وسام أبو علي اللي ملوش بديل حرفيا. النهارده كهربا بيضيع فرصة بغرابة قوي. وسام ابو علي لو كان موجود كان يفرق في ماتش الاتحاد وفي ماتش البنك الاهلي حرفيا. وسام ابو علي ملوش بديل في النادي الاهلي لحد دلوقتي. ويا رب تراجع النتائج في الدوري ده ما يأثرش على النتائج في دوري ابطال افريقيا او في كاس الانتركونتيننتال. عايزين الاهلي يكسب ويروح يقابل ريال مدريد في النهائي. البنك حرفيا جدول البنك الاهلي حرفيا بيصعب على الكل. في اول 4 ماتشات بس بيقابل الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم اكبر 3 انديه في الدوري، وفي الماتش الرابع كان بيقابل فاركو وبيقدر اللي هو ياخد نقطة بس، يعني في 4 ماتشات مع نقطة. ودخل مرماه 6 جوان من ماتشين، 3 من بيراميدز و3 من الزمالك. كله كان مفكر الماتش هيبقى سهل للنادي الاهلي، بس ما حدش افتكر البنك الاهلي عقدة الاهلي في اخر كام ماتش، وكان مخسرهم الموسم اللي فات 4-3. البنك الاهلي عنده سكواد حلوة قوي ومدرب محترم قوي طارق مصطفى. الاهلي اللي كان بيعاني في الماتش ده من غيابات مؤثره زي الشناوي وزي امام، والتاثير الاكبر هو وسام ابو علي، لان الشناوي انا بعتبره هو مش تاثير مؤثر قوي، لان مصطفى شوبير موجود. ومصطفى شوبير دلوقتي في الوقت الحالي من احسن 3 حراس في مصر. امام عاشور غيابه عوض عن قفشه اللي كان الوحيد يعتبر اللي كان بيلعب في الاهلي النهارده. اما وسام ابو علي ملوش بديل. كهربا ما يصلحش اللي هو يكمل في النادي الاهلي حرفيا. النهارده لولا مصطفى شوبير يعني كان النادي الاهلي كان ممكن يخسر الماتش ده. النادي الاهلي حرفيا في اول 10 او 15 دقيقه ما راحش على الجون. البنك الاهلي بيضيع انفراد بعد خطا من كوكا عن طريق ياو النور، ومصطفى شوبير بيتالق فيه. يحيى عطية الله ما كانش فايق في الماتش ده. خط الهجوم بالكامل محدش فيهم كان فايق. تاثير وسام ابو علي بان قوي، يعني بان اكتر في الماتش ده عن ماتش الاتحاد. وشفنا الكرة اللي كهربا ضيعها من صناعة قفشة اللي بيديها للجون في ايده حرفيا. وسام ابو علي لو كان موجود كان شمعها في الشبكة حرفيا. يعني انا عايز اسال برضه، هو تاو بيلعب ليه؟ رضا سليم النهارده لما نزل في الشوط الثاني عمل لك كرة حلوة او كورتين حلوين. عمر كمان لما نزل يعني بان. السولية لما نزل بان شوية. يعني اللعيبة اللي كانت على الدكة دي لما نزلت هي اللي كانت يعتبر احسن من اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا في الشوط الاول. والجون اللي دخل على رامي ربيعه من اللي فيه جدل كبير قوي، في اللي بيقول جون وفي اللي بيقول لا، بس انا من وجهه نظري اللي هي انا شفتها اللي هي جت في ايده، فانا من وجهه نظري اللي هي جون يتلغي، يعني على حسب اللي انا شفته اللي هي جت في ايده. يعني الاهلي محتاج صفقات، مهاجم بديل لوسام، جناح يمين. يعني الاهلي من غير الصفقات دي ما اعتقدش اللي هو ممكن يعمل حاجه في كاس العالم للانديه، ممكن يودع بدري. فمحتاج مهاجم بديل لوسام ابو علي، لان شفنا تاثير غياب وسام ابو علي. وناحيه اليمين لان بيرستاو يعني حرفيا ما كانش موجود. البنك الاهلي حرفيا كان ماسك نص الملعب. لولا مصطفى شوبير النادي الاهلي كان ممكن يخسر صد 4 فرص وانفرادين زي ما المهدي سليمان عمل الماتش اللي فات قدام الاهلي. يعني المهدي سليمان ينقذ الاتحاد من خسارة امام الاهلي، شوبير بينقذ الاهلي من خسارة امام البنك الاهلي. لازم كولر يراجع نفسه واللاعيبه تراجع نفسها وتشوف ايه اللي بيخلي مستواهم يتراجع للدرجه دي. بس كده الاهلي بيستمر في خساره النقط وبيتعادل مع البنك الاهلي بنتيجه 0-0. البنك الاهلي كان احسن، البنك الاهلي كان اخطر، كان ممكن اللي هو يخسر الاهلي كمان. فيلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش الخامس سموحه والجونه اللي خسر بنتيجه 0-0. ما مش هنتكلم عليه كتير. سموحه هو اللي كان احسن من الجونه، هو اللي كان قدامه الفرصه اللي هو يسجل بس ما بيستغلهاش، ما كانش بيحط الكره اصلا ما بين الثلاث خشبات، كان بيشوط بره فبيخلص 0-0. فمش هنتكلم عليه خالص. ضد الاسماعيلي اللي خسر بنتيجه 1-0 للانبي، اللي الاسماعيلي رفض فيه الهدايا، مش عايز يطلع بولا نقطه في المباراه دي، جاله ضربتين جزاء بيرفضهم. انبي اللي بدأ الماتش ده هو الاخطر، هو اللي ماسك كوره. الاسماعيلي جه من ركنيه بتتلعب برأسيه بس كانت سهله في ايد الجون. انبي فضل ماسك كوره، كان هو الاخطر، كان بيلعب عرضيات كتير، كان هو اللي ممكن يسجل. لعيبه الاسماعيلي ما كانوش كويسين قوي النهارده، يعتبر ما جوش النهارده. وقبل نهايه الشوط الاول تسديده حلوه قوي قوي من بره ال 18 من كلوشه بس بتيجي فوق العارضه، وبيخلص الشوط الاول بنتيجه 0-0. في بدايه الشوط الثاني كره طوليه وانفراد رفيق كابو بس حارس الاسماعيلي بيتألق ويتصدى ليها. وفي الدقيقه 66 تسديده حلوه قوي 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 من مصطفى شكشك، بيسجل منها الهدف الاول وتبقى النتيجه 1-0 للانبي. بعديها بتيجي ضربه جزاء للاسماعيلي بتتشاط ناحيه اليمين بيضيعوها. بعدها بيجي لهم ضربه جزاء تانية بتتشاط بنفس الطريقه مع تغيير اللاعب برضو بيضيعوها. الاسماعيلي حرفيا رفض هدايا النهارده. انبي يستاهل الفوز
وتخلص المباراة 1-0 للإنبي. الماتش اللي بعده فاركو ضد بتروجيت، اللي خسر بنتيجة 2-1 لفاركو. فاركو اللي هو اللي بدأ المباراة دي، اللي كان ماسك كرة، كان هو الأحسن لحد ما، كان هو اللي بيروح على الجون. وفي الدقيقة 22 تسديدة حلوة قوي 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 من محمود جهاد المرشح اللي هو ينتقل لنادي الزمالك، بيقدر اللي هو يسجل منها الهدف الأول. التسديدة كانت حلوة قوي، يعني لو انت وصلت لحد اللحظة دي في الفيديو وشفت وانا بقول على التسديدة دي، يعني انصحك ان انت تروح تشوفها تاني في ملخص مباراة فاركو بتروجيت. التسديدة كانت حلوة قوي، محمود جهاد بيلعب ديفنتر، سجل الهدف الاول لنادي فاركو وتبقى النتيجه 1-0. بعد كده بتروجيت تحاول اللي هو يعدل النتيجه، بس شيك حارس فاركو بيتالق. بعديها فاول لنادي فاركو بتتشاط حلو قوي 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 قوي، بيسجلوا منها الهدف الثاني وتبقى النتيجه 2-0. يعني انا والله بنصحكم، يعني لو وصلتوا لحد هنا روح اتفرج على ماتش ملخص او اهداف مباراه فاركو بتروجيت، شوف هدفين فاركو، الهدفين احلى من بعض. ونفس اللاعب اللي سجل في الفاول وليد علي فرج كان ممكن يسجل التالت من انفراد بس بيضيعه، وتستمر النتيجة 2-0 لفاركو، وفاركو هو الأحسن. شوط تاني بتروجيت حاولت، وفي الدقيقة 70 تقريبا الحكم بيحسب ضربة جزاء لنادي بتروجيت، بيقدروا اللي هم يسجلوا منها الهدف الأول وتبقى النتيجة 2-1. بعدها حاول بتروجيت اللي هو يعدل النتيجة ويجيب هدف التعادل، بس كان بيقابلهم سوء حظ كبير قوي النهارده. حرفيا بتروجيت يعني من أول 4 ماتشات باين عليهم اللي هم فريق محترم، فريق يعني عايز يعمل حاجة، عايز يكمل في الدوري، بس سوء الحظ واجههم النهارده. وبتخلص المباراة بنتيجة 2-1 لفاركو بعد هدفين أحلى من بعض. هو الماتش اللي قبل الأخير مصري وبيراميدز 1-0 للمصري، وبيعتلي الصدارة ب10 نقط. الفرقه الوحيده اللي لسه ما خسرتش لحد دلوقتي مع الاهلي. الماتش اللي بيبدا بهجمه للمصري وتسديدتين بس بره المرمى، حرفيا بترد عليهم بهجمات لبيراميدز، هجمات كانت خطيره. ابراهيم عادل اللي كان ضايع كتير قوي الماتش ده ما كانش مركز، لعيبه بيراميدز ما كانتش مركزه حرفيا، بس ما كانش برضو يعني مع الخطوره دي ما كانش في فرص حقيقيه. لعيبه بيراميدز اللي كانت بتعتمد اغلب الوقت على الكرات الطوليه على المهاجم فيستون مايلي. وفي الدقيقة 39 صلاح محسن بيضيع انفراد بعد تمريرة حلوة قوي قوي من محمود حمادة، صلاح محسن بيضيعها، كان ممكن اللي هو يحطها احسن من كده وتبقى النتيجة 1-0 للمصري. شوط تاني من بدايته كده مايلي بيضيع فرصة كان هو والجون، ابراهيم عادل بيضيع فرصة بعد ما لم الحارس ولم اللعيبة ولم كل حاجة بيحطها في السماء. وبعد كده المصري فضل يحاول بنفس طريقة جون الزمالك، بنفس الطريقة، عرضية من ناحية اليمين للشامي بيسجل منها الهدف الأول للمصري، بنفس طريقة هدف الزمالك كلاكيك تاني مرة، بس الفرق ما بين هدف الزمالك وهدف بيراميدز اللي الشامي جاب هدف بيراميدز برأسية والشامي جاب هدف الزمالك برجله، ده الفرق بس. في 10 أيام بس بيكسب الزمالك وبيراميدز بهدف وبنفس طريقة الهدف، العرضية من ناحية اليمين وبنفس اللاعب الشامي بيسجلها بنفس الطريقة. حرفيا علي ماهر عامل مستوى كويس قوي مع اللعيبة، طور في التكتيك وطور اللعيبة، فبداية موسم كويسة قوي للمصري، بيقدر ان هو يكسب 10 نقط من اول 4 ماتشات وما خسرش ولا ماتش من فرقتين، هما فرقتين بس اللي ما خسروش، الاهلي والمصري. تخلص المباراة من نتيجة 1-0. اخيرا نوصل لاخر ماتش في الجوله دي، الزمالك وغزل المحله اللي خلص ب4-0 للزمالك باداء ونتيجه على ملعب المحله. بلا شك الطرد اللي من اول دقيقه لغزل المحله اثر، ومن غير شك اللي هو طرد مستحق. ففي البدايه كده الزمالك نزل بتشكيل عواد في حراسه المرمى، على اليمين عمر جابر وعلى الشمال فتوح و حسام عبد المجيد والزناري. نص الملعب دونجا وعبد الله السعيد وزيزو، على اليمين ايشو وعلى الشمال مصطفى شلبي، ومهاجم وهو المنسي ناصر منسي. الزمالك اللي بدأ المباراة بضغط عالي قوي على المحله، والطرد اللي كان في اول دقيقه ده اثر على لعيبه المحله، ولاعيبه المحله كان عندهم مشكله في المساحات اللي بتبقى ورا خط الدفاع، فجوميز والزمالك استغلوا المشكله دي، والكره بتتلعب لعبد الله السعيد بيستغل المشكله دي بتمريره حلوه قوي لناصر منسي اللي بيلعبها لوب كده، لوب بسيط كده بيسجل منها الهدف الاول لنادي الزمالك. استغلوا غلطه مشاكل غزل المحله وبيسجلوا منها الهدف الاول وتبقى النتيجه 1-0 للزمالك. عشان بعديها على طول من جبهه ايشو وعمر جابر اللي حرفيا طول الشوط الاول كانت جامده قوي، ايشو وعمر جابر كانوا متفاهمين قوي، انت بتباصي بتطلعها بيلعب على العرضيه، عمر جابر عرضيه ورأسيه من ناصر منسي بيسجل منها الهدف الثاني. ويا رامي ربيعه بلاش الاحتفال ده تاني عشان ناصر منسي زهقنا وربنا. الزمالك بيبدأ ويمتع في الشوط الاول، فتوح طول الشوط الاول كان بيلعب في نص الملعب، كان بيبدع في نص الملعب حرفيا، وده اللي اكتشف فيه مين سوريو اللي كان بيلعبه في نص الملعب حرفيا. فانت كده ممكن في التشكيله الاساسيه تبدا ببدايه تحافظ على النقطه الدفاعيه، وفي الهجمات برضو، وفي نص الملعب تحط فتوح بيعوض غياب مثلا نص الماهر، بيعوض غيابات
بيبدع في نص الملعب. وكان في تبديل مراكز حلوه قوي ما بين زيزو وايشو، زيزو اللي بيجي ناحيه اليمين ايشو يخش في العمق، زيزو يجي في العمق ايشو بيخش ناحيه اليمين. المحله في الشوط الاول ما جوش غير بكره واحده بس اللي شاطت على عواد، وعواد نجح في اللي هو يتصدى ليها، والشوط بيخلص باداء ونتيجه للزمالك بنتيجه 2-0. الشوط التاني بيبدا بنلاقي ايشو بيتبدل وبينزل عمر فرج اللي محتاج لسه ياخد فرصه اكتر واكتر، بس بيقدر اللي هو يجيب ضربه جزاء، زيزو بيسجل منها الهدف الثالث. مصطفى شلبي اللي كان النهارده يعني حرفيا كده كله يتاكد اللي قال على مصطفى شلبي حلو. يعني ايه الحلو بتاع النهارده؟ بتاع لاعب بتاع 10 عرضيات ولا واحده صح، وبنفس الطريقه ياخد الكره يقوم جري على الخط ويقوم لعبها عرضيه ما بيجيش اصلا، ما بيجيش. ف كان مشلاك نزل حرفيا الدقايق اللي لعبها احسن من مصطفى شلبي، عمل كرة او اتنين احسن من مصطفى شلبي. فحرفيا مصطفى شلبي يعني كفايه قوي، لازم يقعد دكه بقى. جرب تبدا بمشلاك. مصطفى شلبي كان وحش قوي 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 النهارده. انا مش كل يعني جوله اقعد اقول لك وحش، انا نفسي اعرف الناس اللي بتقول حلو دي كانت بتشوف منه ايه. الشوط التاني ما كانش بنفس حماس الشوط الاول، وفي النهايه ركنيه للزمالك بتتلعب نفس طريقه الزمالك، الباص وتترجع تاني لزيزو بيرفع عرضيه، وغلطه من تشتيت مدافع المحله تخبط في حسام عبد المجيد بيسجل الهدف الرابع، وتبقى النتيجه 4-0 للزمالك. مع مباراة عودة أحسن مدافع في مصر الونش، مع مباراة يعني ناصر منسي بقى هداف الدوري منك لله رامي ربيعة، وزيزو بيصنع وبيسجل هدفه ال81 تقريبا ويفصله 3 أهداف عن المركز الخامس. عبد الله السعيد بيعمل اسيست ولا أروع. فتوح في نص الملعب بيبدع حرفيا. مشلاك يعني اللي هو باين اللي هو عايز ياخد فرصه اكتر واكتر، كان كويس لحد ما في الدقايق اللي نزلها. عمر فرج كان كويس بس ما تنزلوش ناحيه الجناح. احنا شفنا في الشوط التاني لما نزل كان بيلعب ناحيه الجناح، لازم ياخد في مركزه راس حربه، جاب لك ضربه جزاء، حط جسمه كويس، يعني كان لازم ياخد فرصه. بس كده الزناري اللي النهارده عوض غياب حمزه المسلوسي ولعب ماتش كويس الى حد ما راحوش عليهم كور يعني طول المباراه كام كوره، بس الزناري كان كويس. بس كده بأداء ونتيجة وكل حاجة مدرسة الفن والهندسة تفوز على غزل المحلة في ملعب المحلة بنتيجة 4-0. وأخيرا نخلص الجولة دي. المركز الأول المصري ب10 نقط، الزمالك المركز التاني ب9 نقط، الأهلي في المركز التالت ب8 نقط، وفي المركز الرابع بيراميدز تقريبا يعني. فبس كده استنوا إن شاء الله في الجولة الجاية الجولة 5 بعد ما تخلص، بعد لسه هتبدأ يوم 19 وإيه